السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكاونت فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع لذيذ جدا، وهو مجموعة أسئلة من أهم الأفكار اللي بتتكرر في امتحان النيوميركل الخاص ببنك كيو ام بي الأهلي القطري، وامتحان ال ام بي اي الأهلي المصري نيوميركل. هنعمل زي ماتش بينهم كده، زي مقارنة، او هنجمع الفكرتين اللي هم يعتبروا من اهم الافكار والتي لا يخلو منهم امتحان خاص بالاهلي القطري كيو ام بي او الاهلي المصري ان بي اي، وهنوضح فيهم كل التفاصيل. تمام. اول فكره بالنسبه لي هنا في امتحان هتبقى امتحان كيو ام بي الاهلي القطري. ده امتحان نيوميركل. هو جايب لي دايرتين كده بمعنى اصح. كل دايره، اول دايره مثلا هنا، دي ما هو الا عباره عن مصادر للمنتجات بتاعتي او المبيعات بتاعتي لمجموعه مطابخ. تمام. فمصدر المبيعات بتاعي هنا مقسمها لي السنه اللي فاتت والسنه دي. بالنسبه للسنه اللي فاتت بيقول لي دي البرسنتج بتاعتي، دي النسب بتاعتي متقسمه بالوان، وكل لون بيعبر عنه حاجه تحت هنا. تمام. هنا مثلا اللون اللي هو اللي يعتبر الاحمر الرد الغامق، الاحمر الغامق ده خاص بالبروشوررز، اللي هو معنى صح الاشخاص اللي هم بيوزعوا ورق كده في الشارع. تمام. اللون الازرق السماوي ده خاص بالتيلي سيلز، اللي هي المبيعات عن طريق تليفون. معانا اللون الاورنج ده خاص بالريكومنديشنز، اللي هو توصيات. حد مثلا اشترى مننا وكلم حد ياخد زيه، قال له لا ده حد كويس، رشحه لنا بمعنى اصح. حلو جدا. نيوز بيبرز اللي هو الصحف والمجلات، والانترنت اللي هو النت. تمام. هو مديني النسب دي بتعبر عن كل ده، سنة أولى، السنة اللي فاتت والسنة دي. تمام. حلو جدا. طب هو سؤاله هنا ايه أصلا؟ هنا بيقول لي ايه؟ if the internet، لو الانترنت اللي هو اللون الغامق ده، تمام، ماله generated، يعني جاب لي او صنع لي قد ايه؟ 12,000، 12,000 ايه inquiries، جاب لي 12,000 طلب. امتى؟ السنة دي this year. how many inquiries، كم عدد الطلبات did recommendations اللي هي دي generated last year. حلو جدا. يعني انت هنا مديني ايه او جايب لي ايه؟ هو مديني هنا عدد الفاليوز، اللي هو الطلبات اللي جابها النت السنة دي، يعني هنا. تمام. 12,000، واصلا النت هنا اللي هو لونه ده 10% نسبته، جايب لي دي الجيفن بالنسبه لي. طب انت عايز مني ايه؟ طب هنا بيسالني how many inquiries did recommendation generated last year. طب انت عايز بقى كام recommendation؟ يعني السنه اللي فاتت اهي last year، الريكومنديشن اصلا لونها ايه؟ اورنج، اللي هو 15.5%. عايز يعرف دي بتمثل فاليو قد ايه. حلو جدا. كده احنا فهمنا فكره السؤال. يلا بينا نحل. تمام. زي ما اتفقنا نطلع الجيفن بالراحه خالص كده، اللي احنا لسه قارئينها حالا. هو مديني معلومات عن انهي سنة؟ هو مديني معلومات عن last year، this year، سوري. قال this year. ايه اللي حصل في this year؟ قال لي ان الانترنت قيمته كام؟ 12,000. دي بالنسبة لي value، قيمة زي الفل. طب انت سؤالك ايه اصلا؟ قال لي انا عايز الفاليو بتاعت الريكومنديشن، بس بتاعت اللاست يير. ده سؤاله. خلاص تمام. انا استفاد من دي ازاي الاول؟ انا هعرف اتعامل بازاي بدي، او استفاد منها ازاي؟ اخد الفاليو هو مديها لي. انا كده كده عندي زي قانون صغير كده. القانون ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي التوتال. عشان اجيب التوتال بتاع اي حاجه، باخد الفاليو الموجوده معايا اقسمها على نسبته، يديني توتال. طب انا عايز اجيب نسبته،
اخد الفاليو اقسمها على التوتال. طب انا عايز اجيب الفاليو، اخد التوتال اضربه في الايه، في النسبه. حلو جدا. يعني هنا تي هي التوتال كده بالنسبه لي، تي التوتال وفي الفاليو والبرسنتج اللي هي البرسنتج النسبه مش اكتر. حلو جدا. بس كل المعلومات دي تكون سيمير، بمعنى عايز اجيب توتال القيمه الكليه اللي مش شغالين بيها في سنه، يبقى خلاص اجيب فاليو على نسبه لنفس السنه 2010 2009 زي ما هو مديه لنا هنا this year و last year. حلو جدا. انا معايا ايه؟ انا معايا الفاليو بتاعت ايه، بتاعت this year. حلو جدا. وانا عايز اجيب التوتال، خلاص اقول له التوتال بتاع مين، this year equal فاليو على بيرسنتج. هي اصلا قيمه الفاليو اللي هو مديها لي كام بتاع الانترنت؟ 12000. اقسمها على بيرسنتج زي ما اتفقنا. طب هي قيمته اصلا كام؟ لما نيجي على this year نبص على الانترنت نلاقي قيمته 10%. لما نقسم دول على بعض هيطلع لي 120,000. ده التوتال بتاعي. يعني ايه التوتال بتاعي؟ يعني اروح اشوف، اشرحها على الرسم افضل. زي الفل. انا طلعت توتال كام؟ انا طلعت توتال 120,000. ده بتاع الايه، بتاع الزيسير. حلو جدا. نرجع هنا، انا جبت توتال 120,000. فين الزيسير؟ ادي الزيسير التوتال بتاعها كله 120,000. ياخد ال 120,000 اضربها هنا في اللون ده اللي هو التيلي سيلز، اجيب قيمته الفاليو بتاعته في ال 10% بتاع الانترنت، اجيب الفاليو بتاعته 15% بتاع الريكومنديشن، اجيب الفاليو بتاعته. زي الفل جدا. طب هو طالب ايه اصلا؟ قال لي انا عايز الهاو ميني انكوايرز ريكومنديشن. حلو. الريكومنديشن اهي معايا جنريتد لاست يير، السنه اللي فاتت. ماليش دعوه بالسنه اللي فاتت خالص. انت كل المعلومات ذاكرها لي وانا جايب الفاليو عن طريق المثلث اللي انا عملته، عن طريق اللي انا خدت جبت التوتال بتاعي ازاي، خدت فاليو على بيرسنتج. بس انت مديها لي لايه، لذيس يير، وسالني على حاجه للاست يير، فانا معيش حاجه اجيب منها اصلا ايه، توتال. فكده بالنسبه لي مش هقدر احلها واقول له في معلومات ناقصه عشان مفيش علاقه بينهم هما الاثنين. حتى مش مديني اي حاجه بتربط السنه الاولى بالثانيه او السنه اللي فاتت بالسنه دي، يبقى اقول له كانت سي، انا مش هقدر احلها لك. تمام. دي اول فكره، اتمنى تكون فهمتوها. ندخل على الفكره اللي بعدها. تاني فكرة معانا بيقول لي نفس الجيفنز بتاعتي which source، اي مصدر من دول اللي هم تحت دول ماله، which source of product inquiry، حلو، is the most cost effective. تمام. is the most cost effective. يلا نشرحها سوا. effective يعني ايه؟ effective لما اشوف effective في اي امتحان SHL سواء بقى الكيو ام بي سي اي بي ارامكو اي حاجه، effective يعني هو عايز تكلفة قليلة lower cost. حلو. وعايز ايه؟ وعايز most benefit او higher benefit، يعني اعلى استفادة او اعلى return او اعلى حاجة جايالي او اعلى بروفيت، بس تكلفة قليلة. حلو جدا. انا لما اجي ابص على النسب اللي هو مديها لي هنا، ده يعتبر العائد اللي هو مديهولي على السنتين الاتنين دول. لقينا نبص هنا مثلا البروشورز لا جايب 36%، ده عالي قوي، وهنا نلاقيها برضو جايب 40%، عاليه قوي. طب خلاص ده اللي هو يعتبر جايب لي بنفتس عاليه قوي. حلو. طب انا عايز اشوف الكوست بتاعته بقى عشان اقدر اعمل ماتش. يمكن جايب لي ده بس بتكلفه عاليه قوي، مش عامله كفر اصلا للكوست واعلى من الكوست بتاعي، يعني مفيش بروفيت اساسا. ففي الحاله دي انت مش افكتيف، انت مش اكثر استفاده بالنسبه لي. انت بالنسبه لي مش هقدر احدد، بس انا هحدد ازاي؟ عن طريق الريتيرن اللي انت قايل لي عليه ده، وعن طريق كمان الكوست عشان اقدر اعمل ماتش زي ما اتفقنا. هاير بنفيتس او مور ريتيرن او ذا موست ريتيرن مع ايه، مع اللور كوست. انا معايا حاجه، معايا حد واحد بس اقدر ايه، اماتش بيه. في حاجه ناقصه اللي هي ايه، الكوست. ذاكر لي حاجه عن الكوست هنا، عن التكلفه بتاعتي؟ لا، يبقى ما اقدرش احكم. يبقى الاجابه برضو كانت سي. تمام. انا اديتكم يعني اديت الفكره كمان بصيغه اللي هو لو جاب لي كمان كوست اقدر اماتش ازاي، اعلى حاجه من هنا ولور كوست اقدر اختار واحده من دول. تمام. تمام. ندخل على الفكره اللي بعدها.
حلو جدا. هنا جايب لي فكرة كويسة. بيقول لي if the internet generated 12,000 inquiries. حلو، لو الانترنت جاب لي 12,000 12,000 طلب بالنسبة لي او استفسار للمطابخ بتاعتي. تمام، حلو قوي. How many inquiries did recommendations لغاية دلوقتي؟ ده نفس أول سؤال حليناه. produced this year. طب دلوقتي أنت قلت لي السنة بتاعتي أهو، نفس السنة، يعني أنت جايب لي percentage وجايب لي percentage هنا للthis year اللي هو الإنترنت، وجايب لي value، وبتسألني على حاجة تانية للريكومنديشن. يبقى الفكرة كلها قايمة على إيه؟ إن أنا أروح أجيب التوتال. طب أنا كنت جبت التوتال قبل كده إزاي؟ خدت الفاليو بتاعتي بالمثلث. يلا نحلها سوا. زي ما اتفقنا نعمل المثلث بتاعنا. هنا بنحط التوتال، هنا الفاليو، هنا البرسنتج. زي ما اتفقنا احنا عايزين نجيب التوتال عشان نجيب بيه فاليو لحاجه تانية. فانت مديني فاليو برسنتج للانترنت قيمتهم 12,000، ومن الرسم بتاعي ده قيمه ال البرسنتج بتاعه نسبته 10%. فاذا انا اقدر اجيب التوتال بتاعي. التوتال بتاعي هجيبه عباره عن فاليو على بيرسنتج لسه جايبينها اصلا، بس بنقولها تاني عشان نبقى واضحين. 12,000 على 10% ايكوال 120,000. ده التوتال بتاعي اللي انا اقدر استخدمه للذيس يير واضربه في اي قيمه اجيب بيه بقيه السنين، اللي اجيب بيه بقيه الفاليوز للقيم التانية. حلو. طب انت كنت سالني على مين؟ قال لي سالني على الريكومنديشن. حلو، الريكومنديشن انت الفاليو بتاعك كام؟ البرسنتج بتاعك كام ريكومنديشن؟ لما نرجع للرسمه بتاعتنا هنلاقي ان الريكومنديشن قيمته في الرسم 15%. دي البرسنتج بتاعته في الجراف اللي عندي. 15% من ايه؟ من التوتال مضروبه في تايمز، نضربها في كام؟ في 120,000. لما نضربها تطلع لنا 18,000. دي الفاليو بتاعته بتاع الريكومنديشن. تمام. يبقى الحل كله في ايه؟ في المثلث ده. سألني على قيمة حاجة هناك، انا خلاص رحت جبت توتال، فخلاص اخد البيرسنتج اضربها في التوتال اجيب الفاليو بتاعها. ما ده اللي حصل معانا هنا، كان عايز فاليو قيمة الايه؟ الريكومنديشنز، فانا خدت التوتال اللي هو 20,000 ضربته في نسبته. تمام. طب عايز نسبة، يبقى فاليو على توتال. تمام. المثلث ده اسهل حاجة في افكار ال SHA الخاصة بالفكرة دي. ندخل على الفكرة اللي بعدها. تمام، ندخل على الفكرة اللي بعدها. هنا بيقول لي if newspapers generated. لو دي بقى يعني دي هسيبها لكم انتوا تجربوا ايديكم فيها، هي نفس الفكرة اللي لسه حالينها دلوقتي، مفيش فيها اي تغيير، هو بس غير ارقام وغير العناصر بتاعتي. قال لي لو النيوز بيبر المجلات بتاعتي عملت لي جابت لي صنعت لي يعني 22 او جابت لي 22 1500 انكوايرز استفسار للمطابخ بتاعتي last year. حلو. how many inquiries did the internet produce that year؟ سهلة جدا. خلاص هي نفس الفكرة اللي لسه حليناها. هو مديني فاليو ومديني اللاست يير، هشوف النسبة واقسم اجيب التوتال واشوف هو عايز مين. بيتكلم على انكوارز للانترنت، اشوف نسبته في الذات يير. لاست يير وذات يير يبقى هما نفس الكلام. قال لي لاست يير السنة اللي فاتت، بقول لك نفس السنة دي. انما لما بيقول لي ذيس يير ولاست يير، لا انت كده غلط. ذيس يير ولاست يير غلط، مش هقدر اقول له كان سي. انما لما يقول لي لاست يير وذات يير نفس السنه كده اتعامل عادي. جبت التوتال، شوف البيرسنتج بتاع الانترنت عشان الفاليو عباره عن توتال في بيرسنتج واضربهم هيطلع لي على طول. دي واضحه وسهله كده. احنا خلصنا اهم فكره بتتكرر في امتحان الاس اتش ال مع زمايلكم. اتمنى تكون وضحت قوي، ولو عندكم اي استفسار انا معاكم في الكومنتس. تمام، ان شاء الله نكمل وندخل على فكره برضو من اهم الافكار اللي بتتكرر، اللي هو لا يخلو منها امتحان الاهلي المصري نيوميركل. دايما 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 ثابته. هنغير هنغير اي اسئله، لازم المساله دي تخش تلاقيها في امتحان الاهلي المصري. تمام. هنا مديني مسألة عن عربية، بيقول لي كار ليس كوستس، تكاليف إيجار أو استئجار سيارة أو عربية. حلو جدا. نشوف اللي مديهولي هنا ده عبارة عن إيه. مديني أوبشن 1 أوبشن 2 أوبشن 3 لحد أوبشن 6.
احنا فرضا هنفترض ده انواع عربيات، نفترض دي مثلا تويوتا، نفترض دي بي ام دبليو، نفترض دي مرسيدس، نفترض دي دوج، نفترض دي جي ام سي، نفترض دي لانسر. تمام، نفترضهم انواع، دي انواع عربيات. حلو جدا. وبيقول لي الانيشال بيمنت بالنسبه لي اللي هو المقدم اللي انت بتدفعه لما تيجي تستاجر عربيه. كل عربيه ليها مقدم معين، 400 450 لحد 900 باختلاف الارقام. تمام. وهنا بيقول لي بير مونث كوست، تكلفة الشهر الواحد. بير مونث كوست للشهر الواحد تكلفته قد ايه؟ لو انا هأجر العربية لمدة 3 سنين، في ناس بتأجر عربيات لمدة 3 سنين مفيش مشكلة. الشهر الواحد واقف عليها ب 120 ألف، ب 120 سوري. والشهر ده الاوبشن 1، اوبشن 2 140 وهكذا. وهي نفس الكلام بير مونث كوست للشهر الواحد لو انا هأجر 4 سنين. حلو جدا. طب انت اصلا سؤالك ايه هنا، او بتسألني على ايه هنا؟ هنا بيقول لي what would the initial payment، يعني هيكون قد ايه المقدمات بتاعتي for a fleet of، يعني بمعنى اصح لو انا اشتريت 12 option، 12 option 2، 12 اوبشن 2. فين اوبشن 2؟ يعني اشتريت عربيه، احنا افترضنا دي مثلا بي ام زي ما اتفقنا، اشتريت 12 واحده من مش اشتريت بقى سوري، اللي هو يعني اجرت 12 واحده من اوبشن 2. تمام. واربعه فور من ايه، من اوبشن 6. اربعه من اوبشن 6، ادي اوبشن 6. انت بتسالني على ايه اصلا؟ قال لك انا بسالك على الانيشال بيمنت، التوتال انيشال بيمنت، البيل بتاعتي هتبقى قد ايه. خلاص مفيش مشكله خالص. انت دلوقتي بتسالني على لو انا هاخد 12 عربيه من اوبشن 2، ادي 12 من اوبشن 2، اوبشن 2. حلو جدا. طب اصلا الانيشال بيمنت بتاع اوبشن 2 قد ايه؟ 400. واضحه خالص، يبقى دي قيمته اصلا 400. حلو. انت تاخد كام واحده؟ هاخد 12، يبقى 12 في 400. واضحه جدا، حلو جدا. طب هتاخد قد ايه من اوبشن 4؟ قال لك هاخد قد ايه من اوبشن 6؟ هاخد 4 من اوبشن 6. خلاص هناخد 4 من اوبشن 6. حلو. قيمتهم قد ايه؟ فين اوبشن 6؟ 900. لا لا واحده. حلو. يبقى 900 نضربها في كام؟ في 4. ده التوضيح بتاعنا. 12 من اوبشن 2 يبقى 400 في 12، 400 اللي هي ايه انيشال بيمنت بتاعي اصلا اوبشن 2. لا سوري، يبقى كده كام؟ 450. تمام مفيش مشكله عندي خالص. اوبشن 2 450 زي الفل. ادي اوبشن 2 450، وادي اوبشن 2 450. 12 في 450، 12 في 450. واوبشن 6 4 من اوبشن 6، اوبشن 6 ب 900. يبقى 900 في 900 في 4 اللي هو عدد العربيات اللي هو طالبها ك initial payment. تمام. ندربها. بعد ما ضربناهم ده طلع لي 5400 وده طلع لي 3600. هو طبعا بيقول لك التوتال انيشال بيمنت او الوات وود الانيشال بيمنت بتاع الاثنين دول المقدم بتاعنا قد ايه، فنعمل لهم جمع 8 ودي 1000 كمان يبقى 9000. ده التوتال بيل بتاعي او التوتال كوست او التوتال انيشال بيمنت زي ما هو طالب. انا هدفع مقدمات قد ايه لما اشتري 12 من اوبشن 2 واشتري 4 من اوبشن 6. تمام. ندخل على الفكره اللي بعدها. نفس الجيفنز بتاعتي بيقول لي وات از ذا ديفرنس، ايه الفرق. تمام. ان ذا توتال كوست، الفرق في التكلفه الكليه اوف 3 year lease. تمام. between option 2 and option 3. زي الفل. تمام. يعني كل اللي بيقوله لي ايه الفرق ما بين التكلفه الكليه لو انا هاجر عربيه لمده 3 سنين، لو انا اجر اوبشن 2 او اوبشن 3، ايه الفرق بينهم قد ايه. فخلاص انا لو اروح اجيب واجيب التوتال كوست بتاعي هتكلفني قد ايه. حلو. طب انا اجيب التوتال كوست ازاي؟ هروح لاوبشن 2 مثلا. حلو. انا في جمله تحت هنا لازم اخد بالي منها، بيقول لي ايه initial payments is payable at the start of lease، يعني لازم ندفع الانيشال بيمنت ده في الاول. خلاص تمام. انا هروح اعمل ماتش دلوقتي ما بين التوتال كوست، التكلفه الكليه بتاعتي لو انا اروح اجر اوبشن 2 مثلا اللي هي البي ام دي هتكلف قد ايه. خلاص اروح اقول له اوبشن 2 مبدئيا هدفع مقدم 450. تمام. حلو قوي. طب اوبشن 2 انا 3 سنين ولا 4 سنين؟ هنا قال لي 3 سنين، يبقى خلاص انا هتعامل
في الشهر ب100 ب140 زي الفل. طب انا هاجرها لمده قد ايه؟ 3 سنين. هو قال لي ده بير مانث، قيمه الشهر الواحد 140. يبقى انا كده كام شهر؟ 36 شهر. جبتها ازاي يا مستر؟ 3 في 3 السنه 12 شهر، يبقى كام؟ 36 شهر. كده انا جبت الداتا بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. عباره عن ايه؟ هقول تاني: initial payment بلس ال 140 مضروبة في عدد الشهور، عشان ده للشهر الواحد 36 شهر. تمام. اوبشن 3 نفس الكلام، عبارة عن ايه؟ اوبشن 3 500. حلو، ده الانيشال بيمنت بتاعي. بلس ايه؟ كام شهر؟ 36 شهر مضروب في في قيمة الشهر الواحد بيكلفني قد ايه؟ 165. تمام. هو عايز ديفرنس، يعني نجيب التوتال ده والتوتال ده ونطرحهم. نعملها سوا، يلا خطوة بخطوة زي ما اتفقنا. انا كل اللي اروح اعمله، انا هعمل ماتش ما بين اوبشن 2، ادي اوبشن 2، اتفقنا هنتكلم في ايه؟ كل واحد initial payment وكمان cost per month، تكلفة الشهر الواحد. والحاجة الأخيرة اللي هنتكلم فيها كمان هي ايه؟ number of months، عدد الأشهر بتاعي. احنا اوبشن 2 الانيشال بيمنت لما جينا بصينا على الجيفنز بتاعنا لقيناه 450. حلو قوي. كوست بير مانث، تكلفة الشهر الواحد كام؟ واقف عليا قد ايه؟ وانا هشتغل على 3 years leasing. لما بصينا على الجيفنز بتاعنا لقينا تكلفة الشهر الواحد 140. حلو. نمبر اوف مانثس، انا كام سنة؟ 3 سنين. والسنة فيها كام؟ 12 شهر، يعني كله كام؟ 36 شهر. حلو اوي. طب الايكويشن بتاعت الرئيسية ايه؟ عبارة عن initial payment 450 بلس كوس عدد الشهور 36 في تكلفة الشهر الواحد اللي هي 140. حلو جدا. كده جبنا الايكويشن بتاعنا الرئيسية اللي هنتعامل بيها، هنجيب بيها التوتال كوست، التكلفة الكلية لو انا هأجر اوبشن 2 لمدة 3 سنين. بعد ما دربنا دي طلعت لنا 5490. نفس الكلام هنروح نعمله على مين بالظبط؟ على اوبشن 3. اوبشن 3 عبارة عن ايه؟ نروح نقول له احنا عايزين نجيب لاوبشن 3 3 حاجات برضو. ايه هما؟ هنجيب initial، هنجيب cost per month تكلفة الشهر الواحد، هنجيب اخر حاجة خالص بالنسبة لي وهي number of months. دي زي ما هي 36 من ورا، اتفقنا. الانيشال بيمنت بتاع اوبشن 3 هتبقى 500، والكوست بير مانث تكلفة الشهر الواحد بالنسبة لي هتبقى لاوبشن 3 165. معادلتنا initial payment 500 بلس كوس عدد اشهر 36 تكلفة الشهر الواحد 165. طلعت لي حوالي 6440. طب انت سؤالك كان ايه؟ قالك انا عايز الديفرنس between اوبشن 2 واوبشن 3، الفرق في التوتال كوست بتاعي. انا جبت 6440 والتاني جبته 5490، يبقى اقول له 6440 ماينس 5490، ما دي التوتال كوست بتاع ده بتاع اوبشن 2 وده بتاع اوبشن 3، ماينس الاتنين من بعض هيطلع لي 950. كده انا جبت لك الفرق. تمام زي الفل. كده احنا كده شرحنا فكرتين من اهم الافكار اللي بيتكرروا معانا في امتحان كيو ام بي و ام بي اي الاهلي المصري والاهلي القطري. والامتحانات دي كمان يعني بيكرر كمان في مش كيو ام بي بس، بيكرر كمان في سي اي بي. تمام، عشان نبقى عارفين. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم ونكون شرحنا ووفينا فيه. متنساش تدعمنا بلايك حلو وكومنت جميل، وانتظرونا في فيديوهات اقوى الفترة الجاية ان شاء الله. وكان معكم محمد رضا من قناة الكون فوي.